هي العذراء كانت عملت معايا معجزة. كانت ورقي ضايع في الثانوية عامة، التاريخ وقعدت ايه يا ليلة دكتور؟ تاريخ ايه؟ تقريبا يعني 68. 68. اه امم. آه، ف ورقي ضاع بين التعليم العالي وبين التربية والتعليم، وكنت هعيد السنة، فماما قالت لي روحي صلي في الزيتون وانت شفاعتك العذراء وتتصرف بقى، اذا الورق ضاع بقى يعيد السنة. اه. ففعلا خدت الليلة دي عياط في العذراء و... واتناولت. رحت تاني قلت اخر مرة اروح التعليم العالي، لان رحت قبل كده التعليم العالي قال لي ورقك ما وصلش. رحت التربية والتعليم قالوا لي ورقك انت سحبتيه. طب انا ورقي فين دلوقتي؟ ما اعرفش. ما تعيد السنة. فكانت يا. كان كلمة مؤلمة بالنسبة لي. المهم اخر مرة قلت كان مستر اللي هو ابونا بخمس كان لسه في مصر يعني، قال لي تعالي نعمل خطوة أخيرة وبعد كده ما كانش ربنا مرتب تعيد السنة. قلت له ماشي. كنت ماشية حزينة جدا، بس بعد ما الليلة دي قضيتها في العذراء بعياط للصبح، لأن كلمة أعيد السنة دي صعبة قوي عليا. طبعا طبعا. فرحت التعليم العالي، أنا ما قدرتش أطلع السلم من كتر انهياري. امم. فهو قال لي طب خليكي هنا وأنا هطلع بسرعة أشوف الدور الثالث إيه الأخبار بتاع الورق بتاعك و... وايه الاجراء يعني من دلوقتي، يعني نعمل ايه ولا اه. نروح على طول المنيا وكده. بس المهم بتاع 10 دقايق ولقيت مستر نازل يجري وبيضحك ومش ممكن، وماسك ورقه في ايده. في ايه قال لي ده جمال عبد الناصر يخبر سيادتكم ان انتوا قبلتوا الطب اسيوط وعليكم التوجه لجامعه اسيوط للكشف الطبي مع المتخلفين يوم مش عارف يوم الاربعاء مش عارفه 5 اكتوبر حاجه زي كده. استثناء، حاجه استثناء. حاجه استثناء اه. بس المهم طبعا ما كنتش مصدقه، روحت البتاع ورحت فعلا كشفت بسرعه وكده. فماما قالت لي لازم نسجل المعجزه دي في العذراء السنه الجايه، عشان دلوقتي العام الدراسي على طول السبت، اه. يعني في الاربع والسبت على طول هتدخل دراسه. فالسنه ده هي رحت قالت لي يوم 2 ابريل او في الوقت ده هو هيكون تقريبا اسبوع قبل اسبوع الالام بشويه، فتيجي نروح مصر نكتب المعجزه ونوفي اللي علينا للعذراء. ما يظهر هي كانت نادره حاجه او كده، انا ما كنتش نادره. اه. المهم ايه، في الاسبوع ده فعلا قررت ان انا هروح العذراء في مصر. فانا ماشيه لقيت ملانه وقصب اسمه خد الجميل، فكنت اه. راكبه حنطور. فماما بتحب القصب والبتاع الملانه دول في اسبوع بين جامعه خرطوم الصم بتبقى موجوده الملانه دي اه كتير. ماشي. المهم انا نزلت من العربيه الحنطور واشتريت، قلت الراجل اقف وانا هروح دلوقتي الاتوبيس محطه الاتوبيس او القطر يعني اللي جنبي. اه. فانا اشتريت وجاي ارجع الحنطور واقف، الاتوبيس طالع راح منور في عين الحصان، اه. راح الحصان لف عليا. الله. فجيت انا تحت الحنطور، اه. فحسيت ملايه بيضه شايله الحنطور عليها، في رجل عجل على رجلي على ركبتي والتانيه كده، بس انا حاسه ان انا ايه في ملايه شايلاني بس في حاجه سخونه حمياكي. عميان. وناس بتصوت، انا قلت بقى ايه في سخونه فوق راسي وانا صوتت، يبقى انا رحت الجحيم بقى. فضلت نايمه مش قادره اتكلم والناس عماله تزعق. جم شالوني وحطوني في حته تاني. كان ايام النكسه في مباني كده يحطوها قدام البيوت وعشان لو في غارات او كده الناس ايوه، تهرب قدام ليه المداخل بتاع البيوت. قدام فراحوا حطوني في حته وانا مش قادره اتكلم ومش قادره انطق ومغمضه عيني وكده. بصيت لقيت واحد جايبيني واحد يقرا عليا بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له انا مسيحيه انا مسيحيه. قال لي الحمد لله يا بنتي الحق كان كويس يعني. طيب خلاص اسمك ايه ومش عارفه ايه. فكان في ناس فتحوا الشنطه قالوا دي اسمها كذا وكليه كذا وكده، هو كانوا هي يعني يتصلوا باهلي وكده. ده احنا ماسكين السواق وقاتلينه قتله دماغ. امشي اعمل. قلت له مفيش اي حاجه. امال ايه الدم ده؟ وكان الساعه فتحت شفتي يعني بس
وخدوش وكده في جسمي، لكن ما فيش كسر. امشي قدامنا مشيت، عامله ايه؟ انا هروح دلوقتي، انا هروح. المهم خلى الراجل الاتوبيس وصلني من غير ما ياخد فلوس، وقالوا له توصلها البيت. قال لا، الاتوبيس ما يدخلش ما يدخلش الشوارع، انا هجيب لها بتاع ده حنطور ب8 ساغ يوصلها لغايه البيت. المهم فعلا ايه، دخلت البيت، ماما ما عرفتش حاجه، بس ايه مالك، ايه ده، في ايه ده، شكلك كده مطرب كده ليه؟ قلت له من السفر نمت وصحيت. حكيت لها، فماما اتلهت كده، طب ما نروح ازاي لمصر، نروح ازاي مصر، طب والندر اللي علينا. راحت اتصلت بابونا حل. بابونا حل قال لها ايه، العذراء حنينه، العذراء هتحاسبكم على كده، تعالي اسهري معانا، تسهر النهارده في العذراء، والعذراء ان شاء الله هتسهر. قالت لي يا ابونا، قال لها هات العيال وتعالي بس. المهم ايه، مش فاكره نفس اليوم ولا تاني يوم، رحنا كلنا في العذراء على اساس ان احنا هنبات ونحضر قداس ابونا يناولنا الصبحيه ويضيع الخضه مني وكده. المهم قعدنا في الليل وبنرتل على سطح الكنيسه، ولقينا الست العذراء الصليب نور، والست العذراء راحت ظاهره وحواليها 7 حمامات، ورحت انا مصرخه، هم كانوا ناموا، اسعد ومنى وجمال وماما كانت صاحيه، وغالبا ابونا كان صاحي، بس انا كنت مبرقه قوي، يعني كان نفسي يا ستي عذراء او في بوعي او اروح لك او كده. بصيت لقيت الست العذراء الاول النور نور، ببص انا كده فوق في السقف، ولقيت الست العذراء زي طيار يعني ماشيه، عارف الطوب الفضفاض ده، ماشيه كده، وحولها زي 7 حمامات. هي ماما العذراء جت، ماما يا ماما العذراء، راح كلهم صاحيين، ايه ده، اسم الصليب اسم الصليب الصليب. راح ايه، قعدوا يقولوا رش الورد يا صبايا، لان كنا بنقولها في العذراء لما كنا كانت اشهر ترنيمه. رش العذراء، واحنا مصحصحين لغايه الفجر بقى، وابتدى بقى ايه نور يظهر كده. اتبسطنا خالص. كان في بتاع حد بتاع سجاير اسمه مخلوف او حاجه زي كده قدام العذراء، كانوا ايه ده، ايه الزيت اللي على السقف في الكنيسه وكده، هو فما حدش يتكلم ولا حاجه. ابتدينا احنا، انا يعني اتبسطنا ورجعنا وخلصت الحكايه دي. ابونا بعد كده ابتدى ايه، يعني في العشيات، او ابتدى الناس يعني خلصت السنه الدراسيه، انا رجعت وخلصت، ابتدت الناس بقى ايه تظهر، ابونا ياخدهم للست العذراء، طلعت طب ما تظهرناش احنا ليه ما دام ظهرت لحد. ابتدت الست العذراء تظهر لغايه تقريبا من الكلام ده كان في ابريل، لغايه قبل صيام العذراء بشويه. ابتدى بتاع السجاير ده يعمل مشاكل مع الناس اللي بييجوا في الليل، وهيعملوا مشاكل، بييجوا في الليل في الكنيسه الكلام ده كله. راح ابونا منع الزياره، ولا احنا داخلين على نهضه العذراء، والعذراء اللي عايز عذراء هتظهر له، يعني لم الموضوع قبل ما ايه. انما كانت بتظهر لكل الناس في السهرات. ايوه حتى في واحد اترسم من اللي كان بيسهر معانا على كنيسه ماري يوحنا. ماري يوحنا في المنيا. وفي ترنيمه علمها لنا، محلى المنجليه وسط الشمعدين، يعني كان بيقول حاجات للعذراء، وعلمنا، ما احنا طول الليل صاحيين بقى، وكنا ننام قدام ايه، قدام الحته اللي قدام الهيكل. كنا نحط الكنب، والكنب كان زمان في حته تحط رجلين عليها خشب، نروح حاطين ستر القديم بتاع الهيكل، نحط على الخشب ده وننام، وكان صيف ما نتغطاش، وكان صغيرين يعني ما كانش الافكار دي متعبه، دي مش موجوده، كل ببساطه قلب بينام. كله كان بسيط زمان، مفيش الكلكعه. عارف فتح الله عينه، لا مفيش، كان كل ببساطه كلنا نايمين زي البساريه، والصبحيه اسمه ده يرن الجرس ونحضر القداس ونروح مروحين في قداس، في مفيش نيجي على الصبح كده اول نور، ما بحيث يبقى في امان واحنا ماشيين في الشارع، نروح مروحين. انما الظهرات دي كانت ايام ليالي القداسات. لا ده كان حتى من ايام القداسات، ده كان كل يوم العدل. بس احنا ماما قالت علشان ما نبقاش عمال على بطال رايحين وبتاع، لا احنا نروح، يعني مش فاكره قد ايه يعني، بس انا شبه يومي، بس انا فاكره
احنا كناش عايزين ما نروحش ولا يوم، فاهمني؟ كنا طبعا عايزين حاجة جميلة، منظر الواحد جميل. عايز لانك تيجي تنامي تروح الست العذراء مع كل واحد ايه يقول ما ننامش كلنا علشان لو ظهرت يبقى انما حد كانت بتقعد كتير يا دكتور ولا بص فترات مثلا، صغيرة؟ بص احيانا تبان على الصليب وننور الصليب من كل جهة. احيانا تظهر حمامة كبيرة وتطلع ناحية البحر. احيانا تظهر هي مرة واحدة بس اللي ظهرت كاملة، اللي هي اول يوم انا كنت تعبانة فيه، اللي هو بعد الحادثة دي. كنت نفسيا متأزمة، امال اعيط وحاسة بان انا ما وفتش بوعي. دي ظهرت دي في وعي قوي زي ما كنت شايفاها النهارده. الست العذراء وحواليها 7 حمامات زي ما يكون واحده ملكة وحواليها واقفة كامل، واقفة كامل زي عذراء. كأنها جاية من تحت لفوق، يعني كأنها عند الصليب وطالعة لفوق. بس وحواليها 7 حمامات. دي في دماغي قوي. نور ابيض ولا كان متفصله الالوان؟ ابيض على لبني زي النيون، زي النيون من يعني زي النيون كده على لبني، اطراف لبني. يعني هي انت تقدر تفسرها، يعني دي تفسر انسانه، يعني مش لوكة نور، مش نور واضح لوحديه كده متفصله. يعني انت تقدر تفسر ان دي الست العذراء يعني، وحواليها ال7 حمامات دول. دي اكتر حاجه. بعد كده نور حمام، صليب ينور، فسفوري، احيانا لبني، كتير ما كانت بتبقى حنان. بس انا لكن انا فاكره كويس جدا اي اول ليله ده هي اللي انا كنت تعبانه فيها وشفتها. دي كويس قوي يعني، دي حاسبنا عليها ربنا يعني. لا الله ينور، جميله، قصه جميله وخساره انها ما اتكتبتش في حته ولا اتسجلت في حته. لا بعد كده مش عارفه، انا رحت الزيتون كتبتها ما كده، مش فاكره يعني. انا كان عندي نيه المروح بس مش فاكره الاحداث ايه. يعني انا كمان رحت الزيتون فاكره، وكان في ناس مشلولين ومعدين في البتاع يعني بس مش قادره احدد لك. لكن انا فعلا كان نفسي ان انا اروح اكتب البتاع ده هي في المعجزه دي بس. لا جميله قوي. ادي الاحداث يا سيدي. لا تمام. الصوره بتاعت العدد اللي كانت بتبقى على الحيطه عند تيتا تيتا كانت، انت عارفه فاكراها انت طبعا، كانت عامله تيتا بتاع ايوه قنديل للحيط، قنديل على الحيط. وكانت لما تيجي ننزل الامتحانات تعمل لنا صليب على قريتنا. فطنط لولا كانت ماما عامله سوره للعذراء وعامله لها ستاره كده، وقنديل الزيت كنا اشتريناها. الاناديل دي كانت معروفه في الزيتون. فماما كانت بتجيب العلبه فيها 30 او حاجه زي كده. فكان دايما حتى لغايه يمكن بعد ابونا ما اتجوز كان في، يعني كان عاملاها زي الفتيله كده بلاستيك كده عندي منها انا. ايوه كده. فكانت طنط لولا تقول لاولادك كانت مش عارفه ازاي عرفت ان هي ماما بتعمل كده. قلت لها اولادك فالحين يا فوزيه عشان انت بتحط لهم بتاع ستنا مريم. الصوره عاديه بتاع العذراء مش صوره عاديه. لا صوره عاديه. بس انا عندي تمثال كان شاف يعني حضر مره من المرات نور في الزيتون. ماما اديتهوني ساعه ما كان عندي كانسر والعمليه، ولسه هو عندي. اديته لعبير ساعه ما عملت الكانسر. وبعد كده راحت رجعتهولي، مش عارفه عملت ايه تاني ساعه ما جالي انجينا. ده مكسر، بس جمال لزقه بالسولوتيب وعندي. لكن الصوره العاديه دي كانت عاديه، بس ماما اللي هي التمثيل الفسفوري اللي كانت العذراء كده، اللي هي الصيني اللي هي بيضه كلها صور العذراء. لا بس كانت العذراء وكانت بتبقى ضي العذراء مرسومه على الحيطه. انا مش فاكراها يا بطه، مش فاكراها. بس انا فاكره هي. لا انا فاكره كانت لما بتولع القنديل ونطفي نور الصالون، كان اوقات بيبقى رسمه الوش العذراء على الحيطه. ممكن ما انتوا قعدتوا مع ماما وانا كنت في الكليه، ممكن تكون في الفتره ده هي. بس انا فاكره انها قعدت فتره طويله موضوع انها
كانوا كنا نقول لها ايه ده يا تيتا ازاي، فتقول عشان العذراء تبقى صورتها معايا في الأوضة عندها، فكنا نقول ازاي يعني من الصالة للأوضة. أنا فاكرة ده الحكاية قصة دي. جميلة قوي، وهوضب التسجيل ده وانزله. ولا يستاهل ولا حاجة. لا ده كلام، لا لا لا، انا احب الحاجات اللي بتظهر ايماننا وقوة الكنيسة بتاعتنا. حاجات بتقوي الناس إن في الزمن اللي احنا فيه الصعب ده. ايوه فلما فعلا. حد بيحكيها بنفسه بتبقى مؤكدة، يعني مش حد بيألف ايوه كلام طبعا. بيتكتب كده لا لا وخلاص. لا 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 فعلا حقيقي، يعني كانت معجزة ان ورق يضيع وجاي الحمد يجي لك لله. ورقة من جمال عبد الناصر نفسه. جمال عبد نحيط سيادتكم علما انكم أيوة. قبلتوا رئيس الجمهورية العربية المتحدة يا من فوق. سلام. نحيط سيادتكم، انا قابلتم طب اسيوط وعليكم التوجه للكلية الكشف الطبي مع المتخلفين يوم الاربعاء 5 اكتوبر. يا عارف مش ممكن انا فاكره اليوم ده، صدقني كنت ماشيه حافيه رجليا ورم بين التربيه والتعليم بتاع العالي، فراح التربيه والتعليم قالوا ورق مش هنا. فالمستر قال لي ايه، احنا اخر حاجه هنعملها ونطلع القطر، احنا عملنا كل اللي علينا. انا مش قادره اتكلم. قلت له اطلع انت، انا رجليا ورمه